بتصميم عالمي وخدمات على أعلى مستوى، دخل قطر التلجو الأسباني أفخم قطر في مصر، وعمل طفرة في تاريخ السكة الحديد بمواصفاته الأوروبية، عشان يبدأ عصر جديد تماما نقدر ننافس فيه قطارات أوروبا والعالم كله كمان. أول لما تدخل القطر هتحس إنك داخل طيارة، شكل الشبابيك والكراسي وكمان النظافة والنظام. الفرق الوحيد بس إنك هتبقى بتتفرج من الشباك على الفيو طول الطريق. وفكرة بقى ان السفر متعب دي خلاص ما بقتش موجودة، لان قطر التلجو معمول عشان راحتك وبس. مبدئيا كده الكرسي هتلاقي فيه كل حاجة ممكن تحتاجها، نور ومكان تشحن الموبايل، وكمان ترابيزة مريحة وواسعة عشان لو عايز تاكل او تشتغل. ده غير بقى ان كل كرسي والتاني في ما بينهم مسافة كبيرة، يعني لو انت طويل شوية مش هتقعد لازق في الكرسي اللي قدامك. وبالمناسبة، والأول مرة في مصر هتلاقي شاشات عرض جوه القطر. في الدرجة الأولى هتلاقي شاشة عرض قدام كل كرسي تقدر تشغل عليها أي فيلم أنت عايزه أو حتى تسمع أغاني. أما بالنسبة للدرجة التانية هتلاقي شاشات مركزية. أما بالنسبة للوجبات فبتكون متقسمة فطار غدا عشاء على حسب أنت هيعدي عليك كام وجبة وأنت في القطر، وأسعارها كلها بسيطة، بتبدأ من 75 ل 100 جنيه على حسب مكونات الوجبة، وبتكون كاملة على فكرة، فيها أكل وشرب ومية وحلويات. وكمان حتة الزحمة جوه القطر دي خلاص ما بقتش موجودة، لأن الممرات واسعة جدا، وكمان العمال عاملين مجهود رهيب علشان الوضع يفضل منظم على طول. ده غير بقى إن أماكن الشنط بقت واسعة وكتيرة جدا، يعني مش هتشيل هم كمية الشنط تاني. كل ده بقى كوم، والأنظمة الهوائية اللي مش هتحسسك إن القطر بيتحرك أصلا كوم تاني. يعني لو انت من الناس اللي عندها مشكلة مع هزة القطر الخفيفة، أو حتى بتحس إنك هتقع في المنحنيات، فالمشكلة دي مش هتلاقيها في قطر التلجو. ومش بس كده، ده كمان القطر متصنع من الألمونيوم اللي بيستخدموه في تصنيع القطارات اللي في أوروبا، يعني مش هيصدي مع الوقت وهيفضل شكله جديد على طول. ده غير بقى عزل الصوت اللي هيخليك قاعد في هدوء من غير ما تسمع دوشة حركة القطر. الجميل بقى إن في ميزة مهمة قوي معمولة في القطر ده، هتلاقي معمول حساب ذوي الهمم في كل مكان في القطر. هتلاقي كراسي مريحة فيها كل حاجة ممكن يحتاجوها، وكمان حمامات معمولة ليهم مخصوص. ده غير بقى الواي فاي والتكييفات والحمامات اللي بقت شبه حمامات المولات. ده غير ان القطر مليان كاميرات مراقبة، يعني ولا حاجة هتضيع منك ولا حقك هيضيع لو تعرضت لأي موقف جوه القطر. قطر التلجو يعتبر خدمة هايلة لركاب الصعيد. هتلاقي خط الصعيد بيطلع من القاهرة وبيقف عند الأقصر وأسوان وقنا والمنيا وسوهاج وغيرهم كتير. وكمان هتلاقي خط القاهرة اسكندرية، ومتقسم درجة أولى ودرجة تانية بس، 5 عربيات درجة أولى و10 درجة تانية. أما بالنسبة للأسعار فهي تعتبر كويسة بالمقارنة بالخدمات اللي هتتقدم لك في الرحلة. يعني الدرجة الأولى الأسعار فيها بتبدأ من 350 جنيه ل 600 جنيه أكتر حاجة. أما بالنسبة للدرجة التانية فالأسعار بتبدأ من 250 جنيه ل 400 جنيه أكتر حاجة، والسعر بيتحدد على حسب المكان اللي انت رايحه. قطر التلجو يعتبر خطوة مهمة جدا ونقلة قوية في تاريخ السكة الحديد. قطر مجهز من كل حاجة، وأساسه إنه يوفر الراحة والأمان لكل الناس. مش فاضل بس غير دورنا إحنا في إننا نحافظ عليه، عشان يفضل طول عمره يقدم لنا نفس المستوى.